السلام عليكم. بما ان هذا الموسم ديال الفول فمن الواجب علينا نستهلكوا الفول خصوصا في الوقت ديالو، لان جميع الخضر او الفواكه اللي هي موسميه يعني كتكون غير في وقت واحد في العام، ربي كيوضع فيها العديد من الفوائد اللي كيستافد منها جسم الانسان. لذلك قررت نشارك معكم طريقه تحضير الفول مشرمل في الدار، طريقة سهلة وسريعة، يعني مع العلم أنه موجود ورخيص وما كياخدش معنا بزاف ديال الوقت. علاش ما نستفدوش من هذه الفوائد؟ انا من بعد ما غسلت الفول ديالي ونقيته مزيان، الا لاحظتوا انني استعملت هنايا القشور ديال الفول. القشور ديال الفول فهي غنية بالالياف الغذائية، كما فيها الاحماض الامينية اللي هي عبارة عن بروتينات. هنا غادي نوضعوا ملعقه كبيره من القزبور المعدنوس مخلطين، وغادي نعاود نضيفوا ملعقه صغيره من ثوم بودره، تقدروا تستعملوا ثوم يعني طري عادي. نوضع ملعقه صغيره ديال القزبور حبوب مطحون، كيجي زوين صراحه في الماكله، كيعطي البنه زوينه. ملعقه كبيره ديال الكمون، بالنسبه للكمون درت ملعقه كبيره حيت كيجي زوين بزاف مع الفول. عندي هنايا ملعقه صغيره ديال الكركم، وعندي القليل من الملح، ملعقه صغيره من الملح، ملعقه كبيره ديال صلصه الطماطم اللي وجدت في الدار، وضعت لكم فيديو في القناه كتجي زوينه صراحه. وعندي هنايا القليل من زيت الزيتون، ماشي زيت المائده، زيت الزيتون احسن. هنا غادي نحرك هاد المكونات بزاف باش يتشرب الفول هاد المكونات بزاف، باش ما تشرب المكونات بزاف باش ما كيجي بنين البنات. يعني من الاحسن تخلطوهم مزيان وتفاش غادي نوضعه فوق النار، وغادي نبقى نحرك يعني حتى يتشرب بزاف هاد الشرموله هادي باش يجي بنين البنات. يعني ما نديروش ليه الماء في الاول، يعني نخليوه حتى يتشرب هذا التشرموله هذه بزاف باش يجي بنين. ودابا غادي نضيفوا ليه الماء، غنضيفوا ليه الماء سخون البنات، ضروري الماء سخون، الا كان الماء بارد راه ما غاديش يطيب. هنايا ضفت ليه الماء سخون، يعني بالنسبه للماء غير ضيفوا الماء كتير حيت راه دغيا كيتشرب الماء، ما كي دغيا كيشرب الماء، ما كيبقاش فيه بزاف. وكنحركوه مره كنحركوه وراه دغيا كيطيب معنا البنات. انا من بعد ما تشرب الكميه ديال الماء الا لقيتوه مازال ما طايبش، تقدروا تضيفوا ليه الماء وتقبوه بحال هكذا باش يتشرب لاصوص ويطيب معنا دغيا. بالنسبه لهاد العمليه تقبوه، تقدروا تقبوه قبل ما طيبوه، كيجي ساهل الا تقبتوه قبل. صافي البنات، بعد ما طاب معنا الفول ديالنا راه دغيا كيطيب، ما كياخذش معنا بزاف ديال الوقت. كما كتلاحظوا كيجي زوين بزاف وكيجي بنين. والله يرحم لكم الوالدين، الا تفرجتوا في شي فيديو استفدتوا منه ما فيها باس توضعوا جيم التشجيع، ولا شفتوا شي محتوى عجبكم المحتوى ما فيها باس ضغطوا على زر الاشتراك، لان حنا راه كنتعذبوا باش نقدموا لكم واحد المحتوى اللي هو زوين ونقي وغادي تستافدوا منه. شكرا لكم والسلام عليكم.